كده كله مرضي. تمام. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. إيه، بعتذر لكم طبعا عن ان انا ما قدمتش الحلقات في الاسبوع اللي فات، طبعا لظروف خاصه عندي، ولكن عندنا النهارده اخبار كتير جدا بخصوص كاس العالم للانديه. تشيلسي هو بطل كاس العالم للانديه 2025، و طبعا زي ما توقعنا ان باريس سان جيرمان بالارقام هيصعد للنهائي وهيغلب ريال مدريد. طبعا ما كانش نفسي ده يحصل، كان نفسي ريال مدريد هو اللي يتأهل للنهائي، ولكن باريس اقوى. باريس بطل دوري ابطال اوروبا، ارقامه كويسه جدا في كاس العالم للانديه. تشيلسي برضو بالارقام طبعا صعد للنهائي آه، على حساب فلومينينسي البرازيلي. وقلنا في الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي قبل دي على طول، ان اللي هيصعدوا هو باريس بالارقام، كان باريس وتشيلسي. ولكن كنت اتمنى طبعا ان ريال مدريد هو اللي يصعد ويقابل فلومينينسي ويبقى هو بطل كاس العالم للانديه. تشيلسي هو بطل كاس العالم للانديه 2025. طبعا كده كله مرضي. ليفربول خد الدوري الانجليزي، برشلونه خد الدوري الاسباني، بيراميدز خد دوري ابطال افريقيا، و آه، تشيلسي بيكسب آه، كاس العالم للانديه. طبعا كان نفسي اتمنى ان ريال مدريد هو اللي ياخد كاس العالم للانديه بنظامها الجديد لاول مره، ولكن يعني الحمد لله. خلوا بالكم بقى من اللي هيحصل في السنين اللي جايه من الفرق اللي انا قلتها دي: مانشستر سيتي، ريال مدريد، الاهلي. الفرق دي ما حدش توقع ان هو يقدر ياخد منها بطوله في السنين اللي جايه طبعا. آه، بعد الكاس العالم للانديه وتشيلسي ان هو ياخد كاس العالم للانديه. عندنا بعض الاحصائيات في كاس العالم للانديه 2025، وهو ان اتلعب 63 مباراه او 63 ماتش، والحضور الجماهيري الاجمالي في ال 63 ماتش دول 2 مليون و492 و62 مشجع، بمتوسط عدد 39 مليون و557 الف مشجع في المباراه الواحده. تم تسجيل 195 هدف، منهم 9 اهداف عكسيه. تم احتساب 18 ضربة جزاء، اتسجل منهم 15 واهدرت 3 فقط، طبعا منهم واحدة لابننا تريزيجيه. فدي حاجة حلوة، احنا موجودين اهو برضه. اشهر الحكام 246 انذار و16 حالة طرد. مجمل البطولة بنظامها الجديد احسن من دوري ابطال اوروبا. بقينا نشوف فيها فرق، او الفرق، اجمالي الفرق، اللعيبة بتاعتها عندها لعيبه قويه جدا. بنشوف اداء عالمي، بنشوف يعني من مختلف بقى البلاد كلها. يعني في دوري ابطال اوروبا كنا دايما بنقول ايه: هو الاهلي ما يلعبش في اوروبا ليه؟ ادينا رحنا كاس العالم بنلاعب اوروبا وامريكا واسيا، وبنلاعب كل الفرق اللي ممكن تجمع القارات كلها، ونشوف مستويات عاليه، والاهلي بنشوفه في مستويات عاليه في كاس العالم دوت. فانا شايف ان البطوله ناجحه جدا 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 تنظيميا بقى، وحاجات كتير من ناحيه الفيفا. انا بتكلم من ناحيه الفيفا، من حته فتح الاعارات وبتاع على لمده شهر اللي هو بتاع البطوله. آه، انما من ناحيه بقى البلد المستضيف للبطوله، انا نفسي اشوف البطوله السنه الجايه، مثلا المره الجايه يعني ان شاء الله، في مثلا بلد زي السعوديه، بلد زي قطر، بلد زي الامارات. البلاد اللي الناس قالت عليها لا هي مش تنفع في تنظم بطوله، اثبتت ان هي لا قادره انها تنظم بطوله. شفنا قطر 2022، يعني لا احنا في حته تانية، يعني بالنسبه للمواعيد، بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للملاعب، بالنسبه للاجواء، المناخ، الحاجات دي كلها. احنا كنا بنشوف في ماتشات كاس العالم ماتشات بتتوقف بسبب تغير مناخي في لحظه، الجو حر فجاه هوبا في فيضان او في عصير. فلا احنا عايزين بقى البطوله في مكان يناسب كل البلاد.
التوقيت كنا بنتفرج مع الماتش الساعه 4 الفجر وهو بيتلعب عندهم الصبح، او بيتفرج مثلا الساعه 7 بالليل وعن 8 بالليل وهو عندهم مثلا الصبح، والعكس. هو عندهم الصبح احنا عندنا بالليل، فالوقت مش مناسب جدا طبعا. مش عندنا احنا بس، في بلاد كتير طبعا ما كانتش عارفه تتابع ماتشات كاس العالم بشكل كويس. فدي بعض الاحصائيات. وطبعا عندنا احصائيه تانية برضو للجوائز او المكافآت الماليه من الفيفا، او الجوائز اللي طبعا البطل وجميع الانديه اللي شاركت، ال 32 فريق اللي شاركوا في كاس العالم السنه دي. تشيلسي الانجليزي هو البطل، حصل على 128 مليون و43 الف دولار. وباريس سان جيرمان خد او حصل على 118 مليون 43 الف دولار. وفلومينينسي 60 مليون 83. وريال مدريد الاسباني 59 مليون و 43. طبعا دول الاربع فرق اللي صعدوا المربع الذهبي. احنا يهمنا الاهلي عمل ايه او حصل على ايه. الاهلي المصري حصل على 11.5 مليون دولار. طبعا يعني عشان خاطر الناس اللي بتقول الاهلي عمل ايه وخد ايه وبتاع، دي انا يعني ما طلعناش ببلاش. يعني البطوله رحنا جبنا لعيبه اعتقد بربع او بنص المبلغ حتى. آه، برضو احنا طالعين كسبانين من البطوله بشكل كويس. يعني في اول نسخه ليها احنا حتى في تصنيفنا اللي هنقوله احنا احتلينا المركز ال 25. يعني في بطوله كاس العالم من ال 32 فريق النادي الاهلي بيحتل المركز ال 25. اما الترجي طبعا الهلال في المركز السابع. طبعا الهلال يعني هو فخر البطوله كلها او العرب في البطوله ديت، محقق المركز السابع. طبعا عمل معجزه وانجاز تاريخي طبعا، كلنا طبعا مبسوطين بيه كعرب. اما الترجي في المركز ال 21، ولانه طبعا كسب ماتش في المجموعات، والعين الاماراتي في ال 22، والوداد في المركز ال 31. ده بالنسبه ل الاربع فرق اللي شاركوا من العرب في كاس العالم 2025. طبعا من دور المجموعات لحد طبعا نهائي البطوله. آه، تشيلسي وريال مدريد كان مشوارهم يمكن شبه بعض. عفوا، تشيلسي وباريس سان جيرمان كان مشوارهم شبه بعض في البطوله من دور المجموعات لحد النهائي. ولكن انا عندي يعني وجهه نظر او عندي تعليق. اعتقد تشيلسي كان مشواره يمكن اسهل من باريس. باريس عمل مجهود جبار في دور ال 16 ودور الثمانيه وقبل النهائي مع ريال مدريد. اعتقد ان لو تشيلسي مكان باريس كان باريس هو اللي يقدر يكسب تشيلسي في البطوله في النهائي وياخد البطوله. ولكن يعني تشيلسي فريق قوي جدا هنشوفه الموسم الجاي. طبعا تدعيمات كتير جدا طبعا، يعني عندهم لعيبه كويسه جدا ولاعيبه اداءها كويس جدا في الملعب. الراجل ده انا الراجل ده هيموت الدنيا. يعني جوارديولا خايف منه بصراحه. احسن لاعب في البطوله بصراحه. آه، عايزين بقى يعني فريق باريس سان جيرمان وتشيلسي عملوا ايه، او ايه المواجهه المقارنه بينهم وبين بعض في من اول مجموعات. طبعا الاثنين برضو يعني زي ما كنا في الحلقات اللي فاتت بنقول، الاثنين صعدوا عن تاني مجموعتهم ووصلوا مع بعض النهائي. الاثنين برضو خسروا الجوله الثانيه. يعني باريس خسر في الجوله الثانيه في المجموعات، وتشيلسي خسر في الجوله الثانيه، والاثنين خسروا من فرق برازيليه. فهنشوف بقى الكلام. يعني الجوله الثانيه في دور المجموعات الاثنين خسروا من منافسين برازيليين. خسر تشيلسي من فلامينجو البرازيلي بنتيجه 3-1. وباريس سان جيرمان خسر قدام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون مقابل. فدي يعني حاجه غريبه جدا. وبعد كده تشيلسي طبعا غلب لوس انجلوس والترجي وصعد عن تاني مجموعته، وحقق فوز على بنفيكا البرتغالي 4-1 في دور ال 16، وبالميراس البرازيلي 2-1 في دور الثمانيه. وطبعا في فلومينينسي في الدور نصف النهائي او قبل النهائي
كسب بهدفين دون مقابل. ده مشوار تشيلسي لحد النهائي. اما باريس سان جيرمان فاتغلب على اتلتيكو مدريد برباعيه نظيفه، ثم خسر من بوتافوجو 1-0. وطبعا غلب سياتل ساوندرز الامريكي بهدفين دون مقابل برضه في ختام دور المجموعات. وغلب انتر ميامي في دور ال 16. وبايرن ميونخ كسبوا 2-0. وبعد كده ريال مدريد. فاحنا يعني شوف بقى باريس يعني لاعب بايرن ميونخ وريال مدريد. فطبعا مشوار باريس كان صعب، واعتقد ان لو الموضوع معكوس كان باريس هو اللي ممكن كان يكسب البطولة. تمام. باريس سان جيرمان بيحقق ارقام قياسيه بعد يعني هو اول نادي فرنسي في التاريخ بيسجل 4 اهداف في نصف نهائي مسابقه دوليه، وحقق فوز ب 48 من بدايه من موسم 2024 ل 25، واعلى عدد من الانتصارات في موسم واحد في تاريخه بعد ما حقق 46 انتصار في موسم 2015 2016. زي ما قلنا ال4 فرق اهلي ريال مدريد السيتي مش هيشوفوا حد الموسم الجاي والمواسم الجايه لحد ما يوصلوا تاني لكاس العالم يا جدعان. ريال مدريد يعني برضو يعني بيخرج قبل النهائي والسيتي بيخرج على ايد الهلال السعودي والاهلي بيخرج من المجموعات. فطبعا ال3 فرق دول ابطال في بلادهم وفي قارتهم. فهنشوف بعد المكاسب الماليه اللي اتحققت واللعيبه اللي هيبتدوا بقى يظبطوهم وفي المواسم الجايه هنشوف في خلال ال4 سنين الجايين دول لحد كاس العالم اللي جاي ال4 فرق دول هي يعني او ال3 فرق دول هي يعني فوق الدنيا، محدش هيشوفهم بعد كده، محدش هيقدر يجي يقرب منهم. فاتوقع ان شاء الله ان المواسم الجايه او الناس هتبتدي تركز مع كاس العالم للانديه، ويعني برضه مش هتسيب دوري الابطال يعني. بس بقت كاس العالم للانديه بالنظام الجديد دوت حاجه كبيره جدا، وحاجه الانديه هتبتدي تسعى بقى انها تظبط فرقها قبل ما توصل للبطوله. هنشوف بعد كده البطوله النسخه الجايه موت، هنشوف دمار اللعيبه هنلاقيها بتكسر في بعضيها. فربنا يكرم ان شاء الله ونعيش لحد ما نشوف البطوله اللي جايه، وربنا يكرم ان شاء الله وتتعمل برضه في مكان يناسب كل الفرق وكل البلاد عشان خاطر نشوف كاس العالم بقى اللي جاي احسن ان شاء الله من كاس العالم دوت. هو اثبت نجاح. الموسم الجاي بقى النسخه الجايه تبقى احسن من دي ان شاء الله. فربنا يكرم ان شاء الله. ما تنسوش تفعلوا ما تنسوش اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير ولايك والحاجات دي عشان خاطر الكلام ده بيساعدنا ان احنا نستمر في تقديم حلقات تانية باذن الله. اتمنى دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم.